السلام عليكم ورحمة الله. منورين يا جماعة. النهاردة أنا جاي أقول لكم سر كبير من أسرار الجيم، سر فعلا أنت هتحتاجه، الحاجة اللي محدش بيقولك عليها. تمام؟ الحاجة دي هي المكملات. هقولك أسرار المكملات كلها وكل حاجة بتعمل إيه. اتفقنا؟ خليك معايا للآخر علشان تعرف كل حاجة بتعمل إيه. وده إن شاء الله الجزء الأول من السلسلة دي. يلا بينا. اول حاجه هو طبعا البروتين مهم ليك جدا لو مش هتكمل احتياجك اليومي من البروتين في اليوم. ماشي؟ احتياجك اليومي من البروتين في اليوم بيبقى على حسب وزن جسمك. لو وزن جسمك مثلا قول 100، هتضربه في 2.2 من 10. تمام؟ 2.2 من 10 هيطلع لك الصافي بتاعك مثلا 180 190 جرام بروتين في اليوم. ماشي؟ او 200 جرام بروتين في اليوم. علشان تطلع عضل، عشان تطلع عضلات لازم تحسبها صح. المهم هيطلع لك البروتين بتاعك في اليوم. طبعا انت مش هتقدر تكمل من الاكل البروتين بتاعك، او تقدر يعني على حسب، بس هتضطر تاكل كتير جدا. تمام؟ ماشي؟ فبتاخد سكوب او 2 في اليوم بروتين مع الاكل، فده بيكمل لك احتياجك اليومي من البروتين. اي حاجه زياده هتاكلها عن احتياجك اليومي هتنزل في الحمام، ملناش دعوه بيها. انت لازم تبقى ظابطه بالملي. اتفقنا؟ تاني حاجه واللي هي اهم حاجه في التمرينات وكل الكلام ده كله، الكرياتين. الكرياتين لازم تجيبه من مصدر موثوق منه. تمام؟ ان الكرياتين هو اللي بيكبر لك عضلاتك من الاخر يعني، وبيعمل لك استشفاء عضلي. وغير كده كمان هو المسؤول عن الاي تي بي في جسمك. اي تي بي اللي هو سرعة الطاقة اللي جسمك بيستنفذها. كرياتين تاخد كل يوم منه سكوب واحد 5 جرام. كل يوم تاخد منه سكوب واحد 5 جرام. لو لسه بتبتدي تمرين ولسه بتبتدي جيم، ما تاخدوش اول حاجة خالص، ما تجيبش اي حاجة من المكملات دي ولا تاخد اي حاجة لو لسه بتبتدي تمرين. هتعمل ايه؟ هتاخد تاني حاجة بعد اول شهر هتبتدي تاخد الكرياتين. هتعمل فترة تحميل 3 ايام، تاخد فيها 20 جرام كرياتين في اليوم. دي فترة التحميل عشان الكرياتين يبتدي يغذي العضل عندك. الكرياتين ده بيزود المية تحت العضل مش تحت الجلد، ولا بيوقع شعر، ولا ليه في اي كلام من الكلام اللي بيقولوه ده كله، ولا بيوقع شعر ولا بيسيبك باي حاجة غلط خالص. اهم حاجة هي فترة التحميل بس. اول 3 ايام 20 جرام، بعد كده 5 جرام كل يوم بس على طول. لو بطلت فترة عضلاتك هتبتدي تنزل، ما ينفعش تبطله من الاخر يعني. لو ابتديت فيه ما ينفعش تبطله. في انواع كرياتين رخيصة وحلوة ومضمونة، اسألني عليها في الكومنتات وانا هقول لك عليها. تالت حاجة هي البري ورك اوت. طبعا كلنا بنبقى مكسلين كل يوم، ولا قادرين نتحرك، ولا قادرين نمشي خطوتين، ولا انا مش قادر اروح الجيم النهارده، ولا انا عايز انام ومش قادر وبتاع. ده هتاخد منه سكوب يا باشا. اي بري ورك اوت تاخد منه سكوب هيخليك زي الحصان، هتنزل تتمرن وتاكل حديد الجيم كله. هيديك طاقة غباء لان فيه كافيين كتير. الكافيين فيه هيديك طاقة بنت لذينة. ممكن تستبدله بكوباية قهوة وموزتين مثلا، كوباية قهوة وموزتين وقطعة دارك شوكليت. يعني برضو انا بديك المكملات وفوائدها وبدايلها معلش. ماشي؟ ده حاجة. طبعا البروتين احنا ما قلناش ان ده انت هتاخده بعد التمرين، بعد ما تتمرن تاخد السكوب او الاثنين بعد التمرين على طول. بعد التمرين على طول. ويستحسن انك تاخد معاه سكوب الكرياتين برضو بعد التمرين معاه. اتفقنا؟ دلوقتي هنخش على اهم حاجة علشان ذاكرتك والدم، الدم في مجرى جسمك وكل الكلام ده، الاوميجا 3. الاوميجا 3 من اهم حاجة انها بتديك
كل فوائد السمك بس من غير الزئبق اللي في التونه والكلام ده كله. تمام، هتديك كل الفوائد لل... لعضلاتك، لعظمك، للدم. حاجه مهمه جدا ولازم تاخدها. الاوميجا 3 مهمه جدا 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 جدا. نخش على اللي بعده. دي حاجه اختياري، ممكن تاخدها وممكن لا. تمام، دي حاجه اسمها امينو. الامينو دي احماض امينيه. الاحماض الامينيه دي بتخش بتساعدك انك تكبر عضلاتك، يبقى في استشفاء عضلي اسرع. في الامينو بيف اللي هو من اللحمه، وفي الامينو ميلك زي ده كده. انا انصح بالامينو ميلك انه بيتهضم بسرعه وسريع، يروح في مجرى الدم بسرعه، فانصحك بده. وادي خامس حاجه المالتي فيتامين. طبعا في كل الفيتامينات اللي محتاجها جسمك، كل الفيتامينات اللي محتاجها جسمك. مش هتضطر تقعد تجيب فيتامينات معينه و بي 2 بي 3 فيتامين سي. كل الفيتامينات دي موجوده في المالتي فيتامين. ده هيساعدك جدا في التركيز على مدار اليوم، وهيخليك حاسس بطاقه وفي حماس كده للتمرين. فاهمني؟ حماس. طبعا ده اسمه سترولين. السترولين ده تاخده برضو قبل التمرين، تاخده سكوب قبل التمرين، تدوبه في كوبايه ميه تاخده. ده بيعمل يا سيدي على العروق، على عروق جسمك كلها، بينفض العروق في جسمك في التمرين. عايز تكبر عروقك ويطلع لك عروق كتير، ده بينفض لك العروق كلها في جسمك. اتفقنا؟ ده ومعاه كمان ال ارجانين. ال ارجانين برضو مهم، بس انا ما باخدش ال ارجانين علشان هو موجود في الاحماض الامينيه دي، وموجود في البروتين، وموجود في ده كمان. ده كمان فيه سترولين، فيه ال ارجانين، وفي بيتا الانين، في كل حاجه من الاحماض الامينيه دي. كل حاجه انت محتاجها عشان تطلع العروق ده برضو موجود فيه. يعني انت لو جبت ده مش هتحتاج ده ولا هتحتاج ال ارجانين. ماشي. ده بقى ده امينو الكترولايتس. الامينو الالكترولايتس ده ما يحسسكش بالعطش من الاخر يعني. ده في وسط التمرين تاخد منه سكوب على ازازه ميه، هتحس بطاقه جباره من الاخر يعني. غير كده هيكبر لك عضلاتك جامد جامد جدا. ناقص ايه كده؟ ناقص هذه العلبه الصغيره. هذه العلبه الصغيره هي البي كومبلكس، جميع فيتامينات بي، اللي هي بتلعب على الاعصاب. لو اعصابك بتترعش، ايدك بتترعش، تعبان، وركبك بتلخلخ، ده يقوي كل الكلام ده. ده يعمل ايه؟ يقوي كل الكلام ده. ركز معايا. تمام، ده مهم جدا. فاضل ايه؟ ده بقى يا سيدي علبه اسمها زنك، اكتو زنك. دي ب 30 جنيه الصيدليه، 30 جنيه. اهي دي بقى الزنك ده اقوى من كل ده. دي حبيتين منها بعد التمرين تطلع لك عضلات. تخيل بقى، ام 30 جنيه. يعني انا اديتك الحلول الغاليه كلها، بس ده ارخص حل واسهل حل. كل يوم بعد التمرين حبيتين، انك مش محتاج اكتر من 6 جرام زنك اللي بيديهم لك، او ال 5 جرام. تمام، هم دول. ده سر الخلطه. طبعا لو عايز تخس في حاجه اصعب بشويه يعني. الحاجه دي انا بصراحه ما انصحش بيها، لان انا جربتها وتعبتني يعني. ما انصحكش بيها. الحاجه دي اسمها كلين بترول. كلين بترول ده انا ما انصحش بيه. ده بيسبب لك رعشه. لو انت دكتور ولا انت جراح ولا انت اي حاجه، اي مهنه بتستخدم فيها ايدك، هتلاقي ايدك بتعمل كده. هتلاقي ايدك بتعمل كده، بتترعش رعشه غريبه. فانت لازم تركز ان الكلين بترول ده مش كويس. مهما قالك مين قالك انه حلو، لا هو مش حلو. بلاش، صدقني تترعش وضربات قلبك هتزيد. صدقني بلاش. وده كان اول جزء معاكم، وان شاء الله اجيلكم تاني بجزء اقوى منه. واتبسطت بيكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، واعملوا لايك على الفيديو،
واكتبوا لي كومنت انتوا استفدتوا بايه او شفتوا ايه في الفيديو همكم. يعني قولوا لي محتاجين ايه في حاجات من الحاجات دي وانا هساعدكم. اتفقنا؟ لايك.